أهلا بكم في حلقة جديدة وصورة جديدة وفيديوهات جديدة من سلسلة بنتكلم فيها عن التصوير بكل حب. والنهاردة معانا موضوع الألوان والمشاعر. لو أنا طلعت النهاردة بتيشيرت غير التيشيرت الأحمر ده، وكنت لابس تيشيرت أسود، والإضاءة ابتديت خليت لونها أصفر، وابتديت أتكلم معاك بصوت واطي كده وأحكي عن مواضيع معينة، كده ابتديت إن أنا أظبط لك الألوان عشان أديك مشاعر معينة لحاجة أنا عاوز أقولها لك، مثلا لو كنت شايل الهم. فنبتدي هنا نتكلم عن أهمية الألوان. نقدر نصور أي صورة في العالم، ولكن نغير معناها بالألوان عشان ننقل مشاعر معينة. الصور دايما بتتكلم، ومشاعرها بياخدها كل شخص زي ما بيشوفها. فكل اللي عليك إنك أنت في أي صورة إنك أنت تشتغل على الألوان. في القاعدة البسيطة جدا اللي الناس كلها بتتكلم فيها: عاوز الصورة تبان إن هي قاسية، روح للون الأصفر والأحمر، الألوان الحر يعني. عايز تكون فيها نعومة وبرودة، روح للألوان الباردة زي الأزرق. وده اللي ابتديت إن أنا أشتغل عليه في بعض الصور، إن أنا كل ما حاولت أدي للصورة مشاعر قوية ابتديت أروح للألوان القاسية: بنفسجي، أحمر، أصفر. كل ما حبيت إن أنا الصورة تكون هادية وفيها هدوء وتدي راحة أكتر، ابتديت أتجه نحو ألوان التركواز، الأزرق الفاتح قوي او الاخضر الفاتح قوي. فكل اللي عليك انك انت كل ما درست اكتر عن الالوان، كل ما انت فهمت اكتر وابتديت تغير الصورة. وانا عامة بعمل حاجة معرفش في الناس بتعملها ولا لا. لو انا فرحان او زعلان او ايا كان المود بتاعي، لو انا مش شغال على بروجكت معين، فانا بصور نفسي وبرمي نفسي في الصورة. بمعنى ايه؟ انا همشي دلوقتي وهلاقي كادر معين هصور، انا معرفش انا بصوره ليه، ولكن مودي، المود بتاعي هو متعصب شوية، فصورت كادر لحاجة معينة. فابتديت لما أعدل نفسي، أعدل الألوان في الصورة، ما برميش نفسي إن أنا لحاجة معينة، بلاقي بعدلها على حسب المود بتاعي، أعدلها بالشكل اللي أنت تشوفه ده. فكل حاجة هي عموما الألوان والمشاعر مرتبطين ببعض، سواء أنت هتطلع مشاعرك في الصورة كمصور أو فنان، أو أنت كمصور وفنان برضو بتوجه ألوان الصورة دي عشان تعبر بيها لمشاعر لأشخاص معينة. أو لو أنت بتشتغل عن بروجكت أنت قاصد إنك أنت تعمل حاجة معينة. أنا أتمنى إن أنا أكون في السلسلة دي إن أنا يكون الناس فاهمة أنا بعمل إيه، ان انا اكون بتكلم في تفاصيل تصوير ما اعتقدش ان حد بيكون بيتكلم فيها، او حب الموضوع ده هو اللي بيخلق الكلام ده. انا عمري ما عملت سكريبت في السلسلة دي، كل حاجة بتكلم فيها عن تجارب وعن حاجات مريت بيها. فانا اتمنى من الله عز وجل ان انا الفيديوهات دي توصل لناس كتير. بس اتمنى تكون انت شفت الفيديو ده لاخره، وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. انا اخوك يحيى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.